المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: تنفيذ جيد للمرحلة الأولى من بناء طريق عدو قعدات قردات. مول يقوم بجهود لتنمية قدرات المرأة. الدفع بأنشطة حماية التربة والمياه في ابن حيلي. قمة رباعية حول سوريا مع روسيا وفرنسا وألمانيا في مارس. 7 قتلى في تركيا جراء زلزال على الحدود الإيرانية التركية. وفرنسا توقف بشكل نهائي أحد مفاعلي أقدم محطة نووية في البلاد. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة البناء بأن المرحلة الأولى من بناء طريق عدو قعداد قردات الاستراتيجي الذي بدأ العمل فيه في شهر نوفمبر 2019 والذي يربط مباشرة إقليمي الأوسط والقاشبركة يسير بصورة جيدة. أوضح المهندس سامسون تسفاي المشرف على العمل أن جهود جبارة تبذل لإنجاز بناء الطريق من حبلاء إلى جعتات، والذي تكثر فيه الصخور والهاويات ومنحدر يمتد ل30 كيلومترا. وأشار إلى وجود برنامج لبناء 186 من خطوط القنوات الأرضية في الجزء الأعلى والأسفل من الطريق، وتم حتى الآن إنجاز 24 قناة بمختلف الأحجام، مستعرضا العمل الجاري للتمهيد والردم وإزالة الصخور عبر توظيف الآليات الثقيلة، معربا عن ثقته في إكمال بناء الطريق البالغ طوله 134 كيلومترا حسب الجدول الزمني خلال عامين. وأفاد المهندس سامسون بأن عمل بناء الطريق فتح فرص العمل لسكان قرى حبلا وديدا وقرانا غدو ومقراح وعجيتات وغيرها، وسيتم توظيف قدرات بشرية إضافية مع المضي قدما في الطريق. وسيخفض طريق عد قعداد قردات البالغ طوله 134 كيلومتر المسافة ب20 كيلومتر من الطريق السابق الذي يشق إقليم عنسبة. وقد بدأ العمل في طريق عد قعداد قردات الاستراتيجي في 11 من نوفمبر 2019 بخطين وعرض 10.2 متر، وتشيده شركة سفيكو الصينية. أوضح برنامج الادخار والقروض المصقرة في التقييم الذي أجراه في مصوعة في 23 من فبراير الجاري، أوضح أنه يعمل بالتركيز على تقوية قدرات المرأة. وأشار تقرير البرنامج إلى أن البنوك الريفية ارتفعت العام الماضي من 702 إلى 728، وارتفعت القروض المقدمة إلى حوالي 106 مليون نقفة، وأن 54 من عملاء البرنامج هن من النساء، وأن 80% من القروض موجهة للزراعة. وأوضح البرنامج فتح مكاتب له في جميع المديريات باستثناء مديريتي دهلك وسلعة في إطار جهود لتوسيع أنشطته. وقال مدير برنامج الادخار والقروض المسقرة بالإنابة سيد تافلا أسمروم أن فرص القروض المقدمة تحدث تغييرا إيجابيا في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا استعداد موظفي البرنامج لتقديم النصح المهني لمتلقي القروض لإنجاح أعمالهم. وطالب الاجتماع بحل مشكلة المواصلات التي تحد من فعالية العمل لقدم السيارات وكثرة أعطالها، وإدخال أساليب عمل حديثة لضمان كفاءة العمل. وتأسس برنامج الادخار والقروض المسقرة الحكومي المعروف بمول عام 1996 تحت إشراف وزارة الحكومات المحلية، ويقدم قرضا يبدأ من 6000 وحتى 20,000 نقفة على المستوى الفردي، ومن 30 إلى 150,000 نقفة على المستوى الجماعي. أعلنت مديرية ابن حيلي نجاح أنشطة حماية التربة وحفظ المياه العام الماضي، وسيتم الدفع بها هذا العام. أوضح السيد إبراهام مكنن بأن أعمال حماية التربة وحفظ المياه المنفذة بمشاركة قوية من السكان والطلاب ستكون من البرامج الأساسية لهذا العام. وأشار إلى توزيع بذور القمح المحسنة ل 827 مزارع بعد نجاح تجربتها في مساحة 176 هكتار. من جانبها أوضحت المديرة التنفيذية في إدارة المديرية السيدة ترحاس فقادو أن سكان المديرية يعملون في شق الطرق الرابطة لقرى المديرية، مشيرة إلى نجاح تدريب تربية النحل والدواجن. وطالب الاجتماع للاهتمام بمكافحة تعرفة المواصلات غير القانونية، وكذلك توزيع قطع أراضي السكن وتوسيع خدمات مياه الشرب الصالحة.
نظمت إدارة إقليم عنسبة دورة تدريبية للمحاسبة وتوثيق المستندات ل 92 عامل في مديرية حقات، وتضمن التدريب المقدم يوم 19 من فبراير الجاري المراقبة المالية والمحاسبة والتوثيق ومراقبة الإيرادات والمصارفات. وأوضح المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إدارة إقليم عنسبة السيد كوبرومنر أيو في التأهيل الذي قدمه أن وعي وكفاءة العمل ضروري في البرامج الموضوعة، وخاصة العمل المرتبط بمجال المحاسبة. وشرح إجراءات وتعليمات وزارة المالية للعمل بالمستندات القانونية وعدم قبول المستندات المالية المستنسخة، داعيا للعمل بقوة للتحصيل الضريبي وخاصة للأراضي والمواشي. أفاد الاجتماع الذي عقد في مديرية أفعبت تواصل الجهود هذا العام لإصحاح البيئة في كامل المديرية. وبحث الاجتماع الذي عقد بحضور لجنة الصحة البيئية ومدراء الضواحي ومسؤولي المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية بحث برامج النظافة وتطوراتها. أوضح السيد الأمين محمد علي من مكتب وزارة الصحة في المديرية تنظيم التوعية في أكثر من 50 قرية لتنفيذ البرنامج، وقدم توضيحا للأعمال المنفذة والتي قيد التنفيذ. ودعا مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب دعا جميع القرى لمنح الاهتمام الكبير لإنجاز كامل لبرنامج إصحاح البيئة في المديرية. وحث الاجتماع للقيام بالمتابعة لرمي النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، ودعم الأسر المحتاجة ومعاقبة ملوثي البيئة. وتم في ختام الاجتماع تشكيل لجنة جديدة لنظافة البيئة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قمة في 5 من مارس مع قادة روسيا وفرنسا وألمانيا للبحث في الوضع في محافظة إدلب، آخر معاقل للمعارضة في شمال غرب سوريا. وقال في خطاب متلفز: سنجتمع في 5 من مارس، وذلك بعد مشاورات هاتفية مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للبحث في عقد قمة رباعية حول سوريا بغرض وقف المعارك وإنهاء الأزمة الإنسانية. لكن الرئيس التركي لم يحدد مكان انعقاد القمة. والهجوم الذي تشنه قوات النظام السوري في محافظة إدلب أدى إلى نزوح نحو 1,000,000 مدني. ورفضت روسيا أن يصدر مجلس الأمن الدولي بيانا يطالب فيه بوقف العمليات القتالية واحترام القانون الإنساني الدولي في شمال غرب سوريا بناء على اقتراح فرنسا. قضى 7 أشخاص بينهم 3 أطفال في محافظة وان في شرق تركيا بعد زلزال بلغت شدته 5.7 درجات وضرب شمال غرب إيران قرب الحدود مع تركيا، وفق ما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان سويلو. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن وزير الداخلية قوله أن 5 أشخاص آخرين جرحوا ونقلوا للمستشفى، وعلق آخرون تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن جهود البحث والإنقاذ مستمرة. وبحسب المركز الأمريكي للدراسات الجيولوجية، يقع مركز الزلزال قرب قرية حبش عليا الإيرانية على بعد أقل من 10 كيلومترات مع الحدود مع تركيا. وقالت وكالة الأناضول أن الزلزال تسبب بأضرار في قرى عدة في محافظة وان الواقعة قرب الحدود مع إيران. أعلنت شركة الكهرباء الفرنسية فصل أحد مفاعلي محطة فينسهايم النووية، أقدم المحطات العاملة في فرنسا، نهائيا عن الشبكة الكهربائية. وتشكل هذه الخطوة المرحلة الأولى من إغلاق هذه المحطة الواقعة على الحدود مع ألمانيا على مقربة من سويسرا، والتي دخلت الخدمة عام 1977. وكان الموظفون المعارضون لإغلاق هذا المفاعل الأول قبل وقف الثاني في 30 من يونيو يهددون بالعصيان وبعدم تطبيق الإجراءات التي تمكن من فصله عن الشبكة، لكن العملية تمت في نهاية المطاف بدون عقبات. ومن المقرر وقف 12 مفاعلا إضافيا من أصل 58 مفاعلا تملكهم فرنسا اليوم، ويشكلون ثاني أكبر محطة أو ثاني أكبر مجموعة من المحطات النووية في العالم بعد الولايات المتحدة بحلول عام 2035. شارك الآلاف بإحياء حفل الشارع
كارميليتاس في أول أيام كرنفال ريو دي جانيرو، وتزينت شوارع المدينة وتحديدا حي سانتا تيريزا بالرقصات والأزياء التي تفنن بها البرازيليون والأجانب. وتعتبر حفلة كارميليتاس واحدة من أكثر حفلات الشوارع تقليدية في كرنفال ريو، وسنويا تدر بأرباح هائلة في المجال السياحي للأعداد الغفيرة من الأشخاص الذين يحرصون على متابعة مجرياتها. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.